الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، 10 فاضلة و10 أعمال عظيمة يجتهد الإنسان في تحصيلها وفي نيل الثواب العظيم منها في هذه الأيام المباركات. خامسا من هذه 10 العبادة العظيمة التي لا يمكن أن تأتي ولا توجد إلا في هذه 10، ألا وهي عبادة الحج. وما أدراك ما الحج؟ ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. لما ذكر الله جل وعلا تكفير الأعمال العظيمة للسيئات، قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. أما الحج المبرور فقال صلى الله عليه وسلم: ليس له جزاء إلا الجنة. الحج لا يكفر ما بينه وبين الحج الذي مضى، ولا يكفر ما بينه وبين العمرة أو رمضان. الحج يرجعك يا عبد الله صفحة بيضاء نقية. قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لذلك كتبه الله جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي يستطيع الحج إلى هذا البيت يجب عليه أن يبادر إلى هذه العبادة العظيمة، لأنه قد يفوته الحج. حجوا قبل أن لا تحجوا. والله إنها لحسرة أن يملك الإنسان القدرة ويملك الزاد والراحلة ويملك الاستطاعة ويستطيع أن يحصل على الأوراق الرسمية وأن يحج، ثم بعد ذلك لا يحج، يفوت هذا الموسم. أي خسارة وأي ندم أن لا يكون من وفد الرحمن، أن لا يكون من ضيوف الله سبحانه وتعالى الذين يفيدون على الله جل وعلا ويكرمهم. فلذلك لا بد أن يبادر. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار، أي إلى الولايات والمناطق البعيدة، فينظرون من وجد سعة، أي عنده سعة وعنده مال وعنده القدرة، من وجد سعة ولم يحج، أي لم يؤدي هذه الفريضة، ليضربوا عليهم الجزية. ما هم بمسلمين. فلذلك نالت هذه 10 هذه المكانة العظيمة، قالوا لأنها اجتمعت فيها أمهات العبادات التي لا يمكن أن تجتمع في غيرها. ففيها عبادة الصلاة، وفيها عبادة الصيام، وفيها عبادة الصدقة، وفيها عبادة الحج، وهذه لا تجتمع إلا في هذه الأيام. اللهم بلغنا 10 وأعنا فيها على العبادة وأعنا فيها على الذكر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.